جزيرة غريبة لا يرى سكانها إلا باللون الأبيض والأسود، وكيف يستطيعون الرؤية في الظلام؟ الألوان هي أساس الحياة، وأصل الألوان هي 7 ألوان المعروفة فيما يسمى بقوس قزح، وهذه الألوان هي التي تعطي للحياة شكلا ومعنى، وبدون الألوان لا تصبح للحياة لذة ولا معنى. ولكن ماذا لو كانت الحياة كلها فقط باللون الأبيض والأسود؟ فماذا سيكون شكل هذه الحياة؟ هذه جزيرة غريبة لا يرى سكانها سوى اللون الأبيض والأسود فقط. الجزيرة التي لا ترى إلا لون الأبيض والأسود. هناك جزيرة في أرخبيل في المحيط الهادي بالقرب من دولة الفلبين وأندونيسيا. للأسف سكان هذه المدينة لا يستطيعوا أن يميزوا بين ألوان السماء والبحر الزرقاء وخضرة الزرع الأخضر الجميل، فهم لا يروا سوى اللون الأبيض والأسود فقط. وهذه الجزيرة تسمى يانغ لاب، ويعيش بها 700 شخص من السكان لا يستطيعوا تمييز سوى اللون الأبيض واللون الأسود، ويرجع السبب في ذلك إلى إصابة هؤلاء الأشخاص بعمى الألوان منذ الصغر، وانتقل هذا المرض إلى أبنائهم بسبب العوامل الوراثية، وهو مرض يسمى عمى الألوان الكلي. هذا المرض نادر جدا الحدوث في العالم، ولكنه حدث في تلك الجزيرة، والمتسبب فيه هو العامل الوراثي بشكل أساسي، لذلك انتقل إلى كامل السكان في هذه الجزيرة. قصة أهل جزيرة يانغ لاب. لسوء الحظ إنه في عام 1775 حدث إعصار قوي على الجزيرة، وتم قتل جميع سكانها من هذا الإعصار إلا حوالي 20 شخص فقط هم من نجوا من ذلك الإعصار. وأعقب تلك الأعاصير مجاعة كبيرة ودرجة وفيات عالية، وأحد الأشخاص الذين نجوا من 20 شخص الناجين هو الملك نانماركي، وهو ولسوء الحظ كان مصابا بعمى الألوان. وبما أن الزواج من الأجانب كان مرفوضا بشدة لسكان هذه الجزيرة، فقد تزوجوا من بعضهم البعض، ولذلك انتشرت هذه الحالة. وهذه المشكلة امتدت ليس فقط في النظر، بل إنه قد يكون الطعام فاسدا أو متحللا، ولكن لا يشعر أحد بطعمه الفاسد. كما أن سكان هذه الجزيرة لهم حساسية قوية ضد أشعة الشمس، ولا يستطيع العمل تحت ضوء الشمس، لأنه أمر بالنسبة لهم يعد في غاية الصعوبة. ولكن الله تعالى وهبهم ميزة أخرى في نظرهم، وهم أنهم يرون في الليل أفضل من الرؤيا لنا أثناء الليل، فهم يرون سمكة معينة تسبح في المنطقة المجاورة بوضوح كامل أثناء الليل، وهذا الأمر قد يصعب على أي شخص نظره عادي مثلنا. لذلك هم يسهرون في هذه الفترة في قضاء احتياجاتهم، ويعملون في فترة الليل، ويعملون في صيد الأسماك ليلا، ولا يستطيعوا أن يعملوا أثناء النهار.